الذي يرفع لقب كأس السوبر. شاهدنا ونشاهد الآن فرحة أبو بدر عبد الله صالح. يقول ممكن ما دام عندنا لاعبين في فريق الوحدة أكيد كل شيء ممكن يا أبو بدر. الآن التهنئة من عبد الله صالح وأيضا من الكابتن عبد الله سالم، الجهاز الإداري، المدرب جوزيف هيكرسبرغر. النمساوي يعود مع فريق الوحدة إلى الموسيقى النمساوية التي اشتهر بها جوزيف هايدن وموزارت لسنوات ماضية في مقطوعات لا تنسى. الآن تعود هذه الموسيقى مرة أخرى عبر مترو العاصمة، عبر المترو الذي يسير مرة أخرى إلى المنصات وإلى بطولة أخرى في هذه الظروف وأمام بطل الثنائية، ويعوضون جراح الموسم الماضي وخسارة نهائي كأس رئيس الدولة في العام الماضي. الجهاز الفني لفريق الوحدة الذي يجدد له في هذا الموسم واللي أدار هذه المباراة تكتيكيا بشكل رائع جدا بحسب كل الأدوات. شاهدنا كل اللاعبين حتى الصغار حتى الشباب يقدمون أدوارا مهمة جدا. استطاعوا بأن يحجموا عيسى سانتو أحد هذه الأسماء، معتز عبد الله لقب ربما يكون رقم 17 أو 18 في تاريخ هذا اللاعب، واحد من أكثر اللاعبين حصولا على الألقاب في كرة الإمارات معتز، وعلي الحوسني. وتهاني أيضا من الشيخ زايد بن السيد وأيضا من الشيخ أحمد بن ناصر لعمر علي عمر ولي الأسماء للاعبي الوحدة اللي كانوا أبطالا وكانوا رجالا وكانوا على القدر الكافي من المسؤولية. يعقوب الحوسني بالأحضان والأسماء أيضا المتتالية في فريق الوحدة في مباراة اليوم، حتى الأسماء الشابة التي تواجدت والتي لم تشارك، مبارك المنصوري واللاعب عامر عمر، أحد الاكتشافات القادمة التي يقدمها هذا الفريق وهذا المنجم الذي عودنا في كل عام على 3 إلى 4 إلى 5 لاعبين يقدمهم ونشاهدهم بعد ذلك في منتخباتنا الوطنية. عامر عمر، ونشاهد أيضا بالأحضان اللاعب وليد جاسم، أحد الاكتشافات المهمة في مباراة اليوم. مبروك لفريق الوحدة هؤلاء الشباب، مبروك لهم هذه البطولة. هنا نايف سالم أحد الأسماء اللي تواجدت في دكة البدلاء، وأيضا اللاعب هيثم اليعقوبي اللي واضح في الصورة يتلقى التهنئة، والأسماء تتواصل والأفراح تتواصل. إبراهيم العلوي يتلقى التهنئة من إدارة الوحدة، وأيضا من محمد خلفان. خالد جلال من سجل من ركلة الترجيح الأولى وقدم مباراة كبيرة. محمد شحي قبل أن يستبدل في مباراة كبيرة كانت للغزال الأسمر في لقاء اليوم. المترو يتفوق على الفورميلا في اختبار سرعة دربي النار هنا في سوبر النار. محمود خميس الذي تألق أيضا في هذه المباراة وسجل من ركلات الترجيح. سوبر هوغو، دعونا نقول بالرغم من ضياعه لركلتين لكنه اختير كأفضل لاعب في المباراة السوبر. إذا السوبر هوغو يسجل هدفين ويهدر ركلتين. ماغراو هو الآخر يتسلم الميدالية. اسماعيل مطر والكمباك، عودة ب10 دقائق وركلة ترجيح وبطولة سوبر للسوبر اسماعيلينيو. اسماعيل مطر يحصل على ميدالية ويتقبل كل التحايا أيضا من جانب المسؤولين والقائمين في لحظات رائعة جدا وفي مراسم تتويج تحت أنغام وأهازيج الجماهير الوحدوية وأفراح. مبروك لأصحاب السعادة. سعيد الكثيري قبل أن يستبدل بيانه الغائب الكبير عن هذه المباراة وسط غيابات ثقيلة جدا وأسماء مؤثرة جدا. إسماعيل بلف شعار العنابي على الكاس وكأنه يوجه رسالة بأن هذا الشعار يجب بأن يكون ملفوفا دائما على كل الكؤوس وكل الألقاب. مبروك لجماهير الوحدة التي لم تعش صيفا رائعا فيه الكثير من الانتقالات ولا الكثير من الأخبار سوى الأخبار الحزينة، لكنها تبدأ موسما. حيدر الوعلي سيكون من يرفع كأس السوبر. إذن حيدر الوعلي لفريق الوحدة. مبروك الوحدة بطلا للسوبر في النسخة 11. مبروك لأصحاب السعادة، مبروك من الأعماق للعنابي، مبروك للأبطال، مبروك لمترو العاصمة، مبروك للعالمين، مبروك للعنابي.
مبروك لسمو الشيخ سعيد بن زايد بن سلطان آل نهيان، مبروك لسمو الشيخ نهيان بن زايد، لسمو الشيخ دياب بن زايد، لسمو الشيخ فرح بن زايد، لسمو الشيخ زايد بن سعيد، لسمو الشيخ أحمد بن ناصر. مبروك لجماهير الوحدة، مبروك للعنابي، ألف مبروك من الأعماق. تعود الفرحة من البوابة الكبيرة أمام الدرب الكبير. هنا في ملعب النار يعود فريق من الفرق الكبيرة وواحد من بين الكبار بطلا، وفي المنصة يرفع كأس السوبر، سوبر سبتمبر، عنابي سوبر سبتمبر لأصحاب السعادة مجددا. المترو يسير مرة أخرى ويتحدى كل العوائق، كل الظروف، كل الصعاب. إنها شخصية البطل، شخصية الكبير، إنها شخصية الفريق الذي لا يعرف إلا بأن يكون كبيرا. ألف مبروك لكل هذه الأسماء، لهؤلاء اللاعبين، لهذا الجيل لهؤلاء الشباب. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هارد لك من الأعماق للجزيرة بطل الثنائية الذي قدم في هذه المباراة. هارد لك لإدارته وللاعبيه لجمهوره. شكرا للفريقين على هذه الأمسية، على هذه السهرة المجنونة، على هذه المباراة التي ستبقى في الذاكرة. النسخة رقم 11 عنابية للمرة الثانية في تاريخ هذا النادي. مشاهدينا أتمنى بأن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء، وأتمنى بأن أكون قد وفقت. أتمنى أيضا بأن ألقاكم دائما في فرح وسرور وسعادة. تقبلوا تحيتي محدثكم فارس عوض. الكلمة تنتقل للزميل هيثم. تفضل لك الكلمة.